ينضم إلينا من دمشق كرم الخطيب الناشط الإعلامي. سيد كرم، بل مراسلنا عفوا من هناك كرم الخطيب. كرم، ما هي أهم التطورات الميدانية في الغوطة الغربية لهذا اليوم؟ وسقوط 4 جرحى بينهم امرأتين في الرأس. كرم، الصوت كان عندك يتقطع، هل يمكن أن تعيد ما تحدث به مرة أخرى؟ نعم، استهدف الطيران الحربي فجر اليوم مخيم خان الشيخ للاجئين الفلسطينيين بغارتان جويتان، مما ادى الى ارتقاء عائله بكاملها من اب وام وطفليهما. استهدفت هذه الغاره الاحياء السكنيه في مخيم خان الشيخ. ايضا ننتقل الى مدينه داريا. حاولت قوات الاسد اليوم اقتحام المدينه من الجهه الجنوبيه الغربيه للمدينه، مع اشتباكات عنيفه بين قوات النظام وقتال الثوار، مع استهداف المدينه ب 34 برميلا متفجرا و6 صواريخ ارض. حتى اللحظه تحاول قوات النظام التقدم على هذه الجبهه، ولكن تمكن الثوار من التصدي لهم. ايضا لو انتقلنا الى مدينه زاكا قليلا، تحاول قوات النظام بشتى الوسائل قطع هذا الطريق الواصل بين مدينه زاكا ومخيم خان الشيخ، حيث استهدفت اليوم هذا الطريق بغازات المدفعيه والرشاشات الثقيله، مما ادى الى ارتقاء شهيد من ابناء مخيم خان الشيخ. نعم، ماذا ايضا عن الغارات الجويه على الغوطه الشرقيه هذا اليوم؟ هل هناك ضحايا او جرحى؟ نعم محمد، 4 غارات جويه من الطيران الحربي استهدفت الاحياء السكنيه في مدينه دوما، مما ادى لوقوع عدد من الجرحى من نساء واطفال ودمار هائل في الابنيه السكنيه. ايضا قصف مدفعي استهدف بلده الميدعاني في منطقه المرج، وايضا شن الطيران الحربي 3 غارات جويه على بلده الشيخونيه و4 غارات جويه على بلده الريحان، واقتصرت هذه الغارات على الاضرار الماديه فقط. نعم، كرم الخطيب مراسلنا من دمشق، شكرا جزيلا لك.